السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ومرحبا بكم أينما كنتم. اليوم غادي نتحدثوا على آخر المستجدات المتعلقة بالأشغال المتواصلة في الملاعب المغربية، واللي غادي تستضيف أبرز التظاهرات الرياضية في السنوات القادمة، وخاصة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. المغرب خدا على العاتق ديالو تحدي كبير في بناء وتطوير العديد من الملاعب الرياضية، وذلك في إطار الاستعدادات ديالو لهذه البطولات، بهدف أن يتفوق على الملاعب العالمية باستخدام أحدث التقنيات والوسائل المتوفرة. هذه الملاعب ماشي مجرد منشآت رياضية، بل هي كتجسد التزام المملكة المغربية بتطوير البنية التحتية الرياضية والرفع من مستوى تنظيم الأحداث الكبرى. بالنسبة للملعب الأولمبي بالرباط، هو أول ملعب غنتحدثوا عليه، اللي هو الملعب الأولمبي، واللي كيقع بجانب ملعب الأمير مولاي عبد الله. الأشغال في هذا الملعب كتواصل بشكل مكثف، وهو من بين الملاعب اللي ما كتوقفش فيها الأشغال ليلا ونهارا. في الفترة الأخيرة شهد الملعب تقدم ملحوظ جميع مراحل البناء، وخاصة في عملية تسقيف المحيط الخارجي، بحيث تم استخدام صفائح معدنية كبيرة على شكل مثلثات صغيرة، وهي اللي كتشكل التصميم الخارجي الفريد للملعب. هاد الصفائح الثقيلة كيتم التركيب ديالها عبر الرافعات، وكتم عملية اللصق ديالها ببعضها ببعض بواسطة العمال. بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز قطع فولاذية أخرى سيتم استخدامها في عملية التسقيف الداخلي للملعب، وهذه القطع كيتم الإعداد ديالها ورفعها بواسطة الرافعات وتثبيتها في أماكنها المحددة، وهو اللي كيساهم في تسريع وتيرة الأشغال وتهيئة أرضية الملعب بسرعة. وعملية تسقيف الملعب اللي وصلت لمراحل متقدمة منذ آخر ظهور لها، بحيث تتم الآن عملية لصق الهياكل الفولاذية وربطها مع بعضها البعض في المنطقة الغربية للملعب. بالإضافة إلى ذلك تم تركيب أعمدة فولاذية جديدة على الأعمدة الإسمنتية الموجودة، وبذلك كتم تنفيذ التصميم المعماري للسقف بشكل دقيق. أما فيما كيخص الغرف المطلة على الملعب، فقد شهدت هي الأخرى تقدم كبير في الأشغال، بحيث تم الانتهاء من العديد من الأعمال داخل هذه الغرف. والمدرجات هي الأخرى كتسير وفق الخطة، حيث انتهت الأشغال في جزء كبير منها. بالنسبة لأرضية الملعب، فعملية فرد الرمل الناعم وضغطه باستخدام الآلات المتخصصة فيها مستمرة، وهي كتهدف إلى تسوية الأرضية بشكل جيد. بعد إتمام هذه العملية سيبدأ تركيب العشب الطبيعي، واللي غادي يمنح الملعب مظهرا جميلا. كما أن الأشغال التحضيرية لإنشاء الحلبة المطاطية جارية حاليا. نزول ملعب الأمير مولاي الحسن، الملعب الثاني اللي غادي نركزوا عليه اللي هو ملعب الأمير مولاي الحسن، واللي كيقع بالقرب من الملعب الأولمبي. والأشغال في هذا الملعب أيضا مستمرة بشكل مكثف ليلا ونهارا، وكتهدف إلى إتمام جميع الأعمال اللازمة استعدادا للبطولات المقبلة. في الفترة الأخيرة تم إكمال بناء حوامل مدرجات للطابق الأول في جميع الجهات، سواء من الجهة الشمالية، الجنوبية، الشرقية أو الغربية. ومنذ فترة تم بناء الأساسات في مختلف الزوايا، وبدأ العمل على بناء الأساسات وحوامل المدرجات للطابق الثاني في الجهة الجنوبية. وكتجدر الإشارة إلى أن المشروع كيتم التنفيذ ديالو من طرف شركة مغربية تم اختيارها في إطار طلبات العروض، وهو كيساهم في دعم الاقتصاد المحلي. وسعة هذا الملعب غادي تكون ب 22 ألف متفرج، وسيتم تجهيزه بتغطية كاملة، مما سيمكنه من استضافة أي تظاهرة رياضية دولية. تصميم الملعب كراعي المعايير الدولية الحديثة، وكيتميز بمرافق متنوعة، مما يجعله واحدا من أهم الملاعب في المملكة المغربية. وسيتم تجهيز الملعب أيضا بنظام رياضي عالي الجودة كيتناسب مع الأحداث العالمية، كما سيتم توفير بيئة مناسبة للتصوير التلفزيوني بما يتماشى مع المعايير العالمية. ندوزو دابا الملعب الأمير مولاي عبد الله. بالنسبة للملعب الثالث اللي هو ملعب الأمير مولاي عبد الله، واللي كيعتبر واحد من أبرز الملاعب المغربية، اللي دخل هذا الملعب في مراحل متقدمة من الأشغال والتي تسير بسرعة كبيرة. حاليا يوجد أكثر من 20 رافعة داخل الملعب وخارجه، وهو اللي كيعكس حجم وسرعة الأشغال الجارية فيه.
عملية التسقيف الداخلي للملعب اقتربت من نهايتها، بحيث تم تركيب الأعمدة المعدنية في أغلب أجزاء السقف، ولم يتبقى إلا بعض التفاصيل الخاصة بالزوايا. وكتستعمل الأشغال أيضا في تركيب القطع المعدنية واللي كتدخل في تكوين الحلبة الوسطى للملعب، بحيث يتم تثبيتها بواسطة رافعات ويتم إلحامها مع الأعمدة المعدنية واللي كتعتبر أساس في بناء السقف. هذه الأعمدة كتساهم في تكوين الهيكل اللي غيغطي الملعب ويوفر حماية للمشاهدين من العوامل الجوية. والأشغال الداخلية الأخرى مثل التشطيبات الخاصة بالمرافق التقنية والتجهيزات اللي كتتم بوتيرة متسارعة. أما بالنسبة للبوابات فقد تم الانتهاء من تركيب معظم بوابات المدرجات باستثناء بعض البوابات العلوية في أحد الجوانب، ولم يتبقى في الأشغال داخل الملعب إلا بعض اللمسات الأخيرة مثل أعمال طلاء وتركيب المدرجات، بالإضافة إلى تهيئة الأرضية واللي كتستغرق بعض أسابيع فقط. بالجدير بالذكر أن الأشغال في وسط الملعب لم تبدأ بعد الانتهاء من عملية تسقيف السقف بالكامل، وذلك في إطار الخطة الزمنية المحددة لضمان سلامة العمال وجودة التنفيذ. وفي الختام، إن الأشغال جارية في هذه الملاعب الرياضية وكتعكس التزام المملكة المغربية بتطوير البنية التحتية الرياضية وتحقيق أفضل المعايير العالمية. وجميع الأشغال في الملاعب الكبرى مثل الملعب الأولمبي، ملعب الأمير مولاي الحسن وملعب الأمير مولاي عبد الله كتسير وفق خطط دقيقة ومتكاملة، واللي كتضمن الجاهزية ديالها لاستقبال أكبر التظاهرات الرياضية في السنوات القادمة. وهذه المشاريع ليست فقط خطوة نحو تطوير الرياضة في المغرب، بل هي أيضا رمز لجودة التنظيم والإرادة القوية في تقديم صورة مشرقة للمغرب على الصعيدين الرياضي والدولي.